اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. ايه رأيكم بقى في الكماج التحفة دوت، او حسب البلد بتاعتك؟ كماج، بكاكين، عيش باللبن، او قرص باللبن، خفيف جدا وبسيط وسهل، وكمان ينفع للمدارس وصحي جدا عن الفينو، لانه معمول بالدقيق القمح الحبة الكاملة او الدقيق الاسمر، وجميل جدا وريحته تحفة. ولو عندك لبن قاطع اوعي ترميه، تعالي نعمل بيه النهاردة الكماج الفلاحي اللي ريحته زي العسل وصحي وخفيف جدا، لان مفهوش سمنة كتير، وكمان بالدقيق القمح او الدقيق الاسمر. تعالوا بقى نصلي كده على النبي. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، تشتركي لي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد، وكمان كومنت حلو منك تشجعيني، ولايك جميل عشان الفيديو هتستفادي منه ان شاء الله. طبعا لازم ننخل كده الدقيق عشان نتأكد من النظافة بتاعته، ده الحاجة اللي بتفرق عمايل البيت من بره طبعا النظافة. معانا كيلو من الدقيق الزيرو او الدقيق الفاخر اللي هو متعدد الاغراض، ومعانا كمان كيلو من الدقيق الاسمر او الحبة الكاملة او البلدي زي ما بتقولي عندك في بلدك. المهم انت بتجيبيه من الفرنة بتاعة العيش البلدي العادي، قولي له عايزة كيلو، عايزة 2 كيلو، حسب ما انت عايزة هيديكي. اهو معايا كيلو. طبعا الكيلو ده هيطلع لي زي نص كيلو. طب وبقية النص كيلو ده بيبقى زي ردة، يعني النص بالنص. برضو الردة مش هرميها، هستخدمها في شوي السمك، هستخدمها في العيش زي الفيديو اللي فات كده. ياريت تروحي كده تشوفيه، هتستفادي منه كتير. طريقة عمال العيش البطاطي اللي هو بدون رح وبدون تعب وسهل جدا ونتيجته كمان ناجحة جدا. اديني نخلت اهو معاكم، طلع لي كده زي نص كيلو من الدقيق. يبقى انا كده معايا كيلو ونص من الدقيق، نص كيلو دقيق بلدي وكمان كيلو من الدقيق الزيرو. هحط عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا كان معايا نص كيس، طبعا الكيس معلقة كبيرة، ده معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتقومي جري دلوقتي تعمليه. ومعايا كيس من الخميرة، لو عندك خميرة فورية تبقى برضو معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، لان ده كيلو ونص. كيلو ونص ده هيطلع لي بسم الله ما شاء الله عدد حلو قوي، وهينفعك في المدارس قوي. وممكن تقدري تحطيه في الفريزر وتطلعيه قبل ما تستخدميه كده ب10 دقايق، يا اما تحطيه في الميكروويف لو انت عندك ميكروويف كأنك لسه عاملاه. طب انت حطيتي ايه كده وكلتينا في الكلام؟ لا والله ما كلتكمش، انا واخده بالي. حطيت معلقتين من السكر وذره من الملح، يبقى كيلو ونص، عليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، عليهم كيس خميره فوريه، معلقتين سكر، رشه من الملح. سهل جدا وبسيط. ده كله هتعجنيه كده وانت واقفه على الرخامه، مش هياخد في ايديكي اي حاجه. معايا بقى كيلو من اللبن القاطع او الرايب. لو انت عايزه تعملي لبن رايب تقدري تجيبي كيلو وتحطي عليه معلقه من الخميره وتسيبيه يغلي، هيقطع معاكي. ليه بقى اللبن الرايب دوت او القاطع؟ بيدي طراوه وبيدي طعم وريحه حلوه قوي للمخبوزات. يعني اللبن لما يروب عندك ما تزعليش وتقولي ده هيترمي، اوعي، ليه استخدامات كتيره جدا. لدرجه الكيكه بعملها برضو بيه، يعني ما فيش حاجه بتترمي، وبالذات في اليومين بتوعنا دول. هبتدي انزل بقى الكيلو كله. انا حطيت الكيلو كله على كيلو ونص، وكمان حطيت زي نص كوبايه ميه، يعني خدت بس نص كوبايه ميه، لان الدقيق بيختلف حسب شربه للسوائل. تقدري تتحكمي انت بقى، يعني تحطي اللبن بتاعك وتقدري تتحكمي. هتبتدي بقى اللي انت تقلبيه وتعجنيه حلو قوي، ولو عندك عجان هيوفر عليكي العجن الكتير. انا ابتديت كده اهوت على الصينيه، كنت بعجنه على الصينيه. حطيت ايه بقى؟ معلقتين 2 من السمنه، المعلقتين او ال3 معالق سمنه بمقدار ربع كوبايه من السمنه، ربع.
الكوباية المج، مش الشوب الكبير، لا الكوباية المج. لو عيرتيها يديكي 3 معالق كبار من السمنة. سهل وبسيط وخفيف وصحي جدا جدا. تقدري تفطري جنب كوباية لبن، شاي بلبن، كوباية شاي. تقدري تفتحيه وتحطي فيه جبنة وتحطي فيه لانشون وتحطي فيه الحشوات اللي انت عايزاها. تقدري تحطي وهو عجين وتخبزي بيه، وتقدري تحطي بعد ما تخبزي زي ما انت شايفاه طالع معايا حلو قوي في المقدمة، وطالع علب يعتبر مفتح كله. بعد بقى ما عجنت العجينة حلوة قوي كده وقعدت الت واعجن فيها، هبتدي بقى ايه اسيبها ترتاح معايا لمدة نص ساعة. هلمها كده لمة حلوة قوي وهسيبها معايا لمدة نص ساعة. اهو رشة زيت بسيطة جدا اهيت، وهبتدي اللي انا اغطيها. عندي كيس بلاستيك اغطيه، فوطة معينة للمخبوزات زي ما انا عاملة عندي ملايات قديمة او فوط قديمة بخليها للمخبوزات. هنا بقى الاضاءة صعبة شوية، معلش سامحوني، لان انا كنت طلعت بقى فوق السطح. عندي الفرن فوق السطح، وتقدري تخبزيه في فرن البوتاجاز، تحطيه في صينية كده ألمونيا وتخبزيه في فرن البوتاجاز. ابتديت بقى اللي انا ايه اقرصه. على فكرة المقطع اللي فات ده بتاع العيش، معلش هي الامور اختلطت معايا، لكن دوت اللي هي الكماج او القرص باللبن الرايب. هبتدي بقى اقرصه كده، اقرص كمية قدامي، وابتدي اللي انا بعد ما اقرصها ابتدي افردها كده زي القرص. تقدري تعمليه اكبر من كده وتقدري تعمليه بالحجم ده، لكن اصغر من كده لا. يعني هو ده الحجم ده معقول. انا عملته كده ليه؟ علشان اللي ياخد قرصة يحشيها اي حاجة او ياكلها سادة ما تتهدرش منها حاجة. لكن انت لو عندك ولادك كبار تقدري انت تعمليها زي الرغيف كده بتاع الفرن العادية. ده يا جماعة لو عجنتيه الطريقة دي بالدقيق الزيرو كله يبقى معاكي عيش شامي، يبقى معاكي عيش شامي. لكن انا حط عليه بلدي، دي طريقة الكماج الصح بتاعة الفلاحين. هبتدي بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، دهنة الصاج بتاعي زيت بسيط جدا، هي بس اول طبقة دي وبعد كده مش هدهن تاني. واديني مقرصة شوية، وابتديت اللي انا فردته زي ما انتوا شايفين كده. ما عنديش بقى حاجات، ابتدي ان انا احط حته من القماشه واحط كمان طبقه فوقيه. انا بوريكم اهو، والسمك بتاعه بصوا شايفين السمك لا تخين ولا رفيع. وان شاء الله انتظروني بقى في فيديو جديد.